السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا بعض الأخبار اللي هتبقى مفاجأة لناس كتير جدا. من ضمن الأخبار اللي هنتكلم فيها النهارده هو تجديد عقد أحمد سيد زيزو، اعتذار محمود كهربا جماهير النادي الأهلي، تجديد عقد محمد صلاح اللي كنا اتكلمنا عليه في أكتر من فيديو، كمان عقوبات لجنة الانضباط والصفقة المنتظرة للنادي الأهلي بعد فشل المفاوضات مع أسامة الإدريسي. خليك معايا. طبعا احنا على بعد يوم او يومين بالكتير على حسب انت بتتفرج على الفيديو ده امتى من اول يناير، وده الوقت اللي يحق لاحمد سيد زيزو ان هو يبقى فري ويوقع على اي نادي سواء داخل مصر او خارج مصر. فده طبعا ماشيه يعني على حسب علمنا طريق مسدود، لان المبالغ اللي احمد سيد زيزو طالبها مبالغ كبيره جدا لاي نادي ان هو ممكن يدفعها في النادي المصري الا نادي واحد بس، لو هو طبعا كنا عارفين هو نادي بيراميدز. كان في مفاوضات او في زي ما نقول كده مفاوضات شفهيه ما بين نادي بيراميدز مع احمد سيد زيزو عن ان هو يمضي نادي بيراميدز بصفقه كبيره جدا ماليا بتوصل لاكثر من 100 مليون جنيه. كذلك الامر ناس كتير بتحب تقحم اسم النادي الاهلي في اي مفاوضه وخصوصا مع لاعبي نادي الزمالك. قال يعني ده هو اللي هيحرك مسؤولين نادي الزمالك ان هم يجددوا عقد اي لاعب سواء زيزو او غيره، يعني هو لازم اقحام النادي الاهلي في جمله مفيده. طيب هل النادي الاهلي تفاوض مع زيزو؟ قولا واحدا لا. هو النادي الاهلي ممكن بيفكر في زيزو ولكن حاليا زيرو نيجوشيشن، مفيش اي مفاوضات خالص مع احمد سيد زيزو ان هو يجي حتى كاس عالم اعاره او بيع او وده يا جماعه ليه ابعاد كبيره جدا. دي من وجهه نظري. احمد سيد زيزو ما ينفعش يجي نادي الاهلي. احمد سيد زيزو حاليا صفقه جماهيريه كبيره جدا وهتولد مزيد من التعصب ما بين جماهير الفريقين. يعني هي صفقه امام عاشور اخذت وقت، ولسه طبعا احنا كنا بنشوف الاعلام وجماهير نادي الزمالك بتعمل ازاي مع امام عاشور دلوقتي، فما بالك لو احمد سيد زيزو كمان راح الاهلي هتبقى كارثه. فما اعتقدش، ما رجحش النادي الاهلي فاهمين الكلام ده، نادي الزمالك فاهمين الكلام ده، ما اعتقدش خالص باي شكل من الاشكال ان انا ممكن اشوف احمد سيد زيزو النادي الاهلي. ولكن يعني ممكن كل شيء يتغير، محدش عارف، ولكن نسبه الانتقال لاحمد سيد زيزو النادي الاهلي قد تكون معدومه. انا بقول 0% عشان نبقى صريحين. يعني انت لو مش شاري نادي الزمالك يبقى انت عايز ايه بالظبط؟ عايز فلوس؟ روح بيراميدز او كنت رحت الخليج. عايز تبقى في النادي اعمل زي ما محمد صلاح عمل كده، عمل عمليه نيجوشيشن مع ليفربول عشان هو يقعد يمد عقده لفتره هتبقى مفاجاه بالنسبه لك في اخر الفيديو. هنا بصراحه بيجي برضو يعني اللوم شويه على مجلس الاداره. انت كان جالك عرض من السعوديه كان تقريبا من نادي الاخدود، الصفقه كانت قربت على 4 مليون دولار. انت بتتكلم في 200 مليون جنيه، يعني 200 مليون جنيه اللي احمد سيد زيزو عايزهم منك في كذا سنه انت كنت بتاخدهم في خبطه في غمضه عين، فده قرار غير موفق تماما. يعني احنا كان حصل لنا نفس الموضوع مع النادي الاهلي قبل كده في صفقه محمد الشناوي. يعني انا كنت شايف برضو محمد الشناوي من كام سنه لما كان نادي سعودي برضو كان بيتفاوض معاه بمبلغ كويس جدا تقريبا 3 مليون دولار. انا كنت شايف النادي الاهلي كان لازم يسيبه يستفاد بالمبلغ ده زي ما ساب محمد عبد المنعم لنادي نيس. ما تنساش الانديه الرياضيه واحده من اهم الحاجات اللي هي بتعملها انها لازم تربح، لازم تعمل فلوس علشان تفضل واقفه على رجليها. في بعض من الظلم برضو واقع على لعيبه ثانيه من نادي الزمالك، مش عقد زيزو بس هو اللي منتهي اخر السنه دي، لا في لعيبه ثانيه زي مثلا عبد الله السعيد وناصر ماهر. الناس دي برضو لازم حد يقعد معاهم ويشوفهم، والونش كمان ويشوفهم ويشوف طلباتهم ايه، لان هم لا يقلوا اهميه عن احمد سيد زيزو واتسويفر. الناحيه الثانيه محمود كهربا طبعا بعد ما شاف الماتش الاخير نزل اعتذار ونزل بيان اعتذار لجماهير النادي الاهلي. انا كنت قلت في فيديو قبل كده ان محمود كهربا مش هيكون ليه مكان في النادي الاهلي الا لما يقدم اعتذار، بس للاسف الموضوع مش واقف عند اعتذار بس للجماهير او الاداره او الموضوع واقف يا كهربا. هو ما فيش حاجه بيرسونال ما بيننا وبينك، الموضوع واقف على مستواك في الملعب. احنا مستواك في الملعب بالنسبه لنا كاهلاويه لا يليق تماما بالنادي الاهلي، ولذلك خدها نصيحه مني يا ابن الحلال، انت المفروض تلاقي اعاره على الاقل او بيع نهائي، شوف مكان تلعب فيه باستمراريه، لان فرصك في النادي الاهلي كل يوم عن الثاني بتقل، خصوصا مع الميركاتو الشتوي فرص يعني هتكون معدومه بعض الشيء. النادي الاهلي بيدور على مهاجمين واجنحه دلوقتي، وانت مش هتلاقي نفسك يعني من وسط العمالقه اللي هتيجي النادي الاهلي. فيا ريت حتى لو تشوف اعاره لزد مثلا على اساس انك تلعب وتأدي، يمكن تلاقي نفسك مره ثانيه وتبعد خالص عن موضوع الضغط الجماهيري ده وتلعب باريحيه. وعموما ربنا يوفقك في اللي جاي، بس ما اعتقدش فرصتك في الاهلي يعني تكاد تكون معدومه برضه. ولكن شكرا على الاعتذار. عقوبات لجنه الانضباط اللي لسه نازله على حاجات حصلت من 6 شهور. بص انا مش هقف عند العقوبات ومين اخد ايه واخد ليه، انا هقف بس على الفتره الزمنيه اللي اخدتها عشان تطلع عقوبات. ده اسمه تهريج على فساد
انت لسه فاكرها دلوقتي، وحاجات حصلت على مدربين سابوا مصر اصلا. ليه دلوقتي ليه ما اعلنتهاش على طول؟ ده اسمه تهريج، والله العظيم اسمه ده مش تهريج، ده اسمه قله ادب. ده انت بجح، انت بجح وفاشل، بجح وفاشل اداريا، انت بجح وفاشل اداريا. وحاجه غريبه فعلا، ده راجل سواك انت معكب القرف ده كله. لا بس مع النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح طبعا ما فيش مما لا يدعى الحلوه دي ان هو اكبر مسؤولين نادي ليفربول على التجديد ليه، خصوصا محمد صلاح حرفيا اخر ايه من اول السيزون هو متوهج. محمد صلاح اسهاماته، باصاته، ثروهاته، جواله عامله فرق رهيب، بسم الله ما شاء الله. ولا واحد عنده 25 سنه بيلعب. نادي ليفربول اللي انت ما تعرفوش عنه ان هو نادرا ما بيجدد لحد عنده 30 سنه عشان يجدد هو عنده اكتر من 30 سنه، لكن في بعض اللعيبه ومنهم محمد صلاح هيحصل لهم الاكسبشن ده او الاستثناء ده. محمد صلاح بعض التقارير الانجليزيه بتقول ان هو وصل لاتفاق مع نادي ليفربول، مش ان هو يجدد عقد سنه ولا اتنين، دول ثلاثه. التقارير بتقول ان محمد صلاح وصل مع ليفربول، في تقارير بتقول لمده سنتين قابل للتجديد لثالث سنه، في تقارير بتقول لا ده هم 3 سنين على بعض لحد 2028 عشان يختم مسيرته في نادي ليفربول ويصنع فيه المجد اللي صعب جدا اي حد من بعده سواء عربي افريقي او اوروبي ان هو يعمله مع نادي ليفربول تحديدا. طبعا كان في بعض المفاوضات باك اند فورث، وكان اهمها السالري بتاع محمد صلاح. محمد صلاح بياخد قريب من 400,000 استرليني اسبوعيا. نادي ليفربول عنده تحفظ على المبلغ ده خصوصا مع تقدم سن محمد صلاح، ولكن الاثنين كانوا ميرو يعني الاثنين وصلوا لحل وسط، ومحمد صلاح تنازل شويه، ليفربول مدله عقد شويه، الدنيا زبادي خلاص. فمبروك يا ابو مكه، وان شاء الله حلو. احنا بنحب نشوف اللعيبه في الدوريات، يعني الدوري الانجليزي هو نكهه بالنسبه لنا كان قبل محمد صلاح، ولكن بعد محمد صلاح بقى طعمه احلى واحلى بصراحه. فكونجراتيليشنز. وعلى صعيد تاني، الجزيري احسن 9 في مصر رفع قضيه على نادي الزمالك، او بمعنى اصح هو ارسل لهم اسمه انذار على يد محضر ياخد اسبوع ولا اسبوعين عشان يدفعوا الفلوس بتاعته. طيب والله انا كواحد اهلاوي نادي الزمالك فعلا صعبان، يعني هو مش عارف يلاقيها منين ولا منين. دي ازمه ماليه طاحنه في النادي، ودي حاجه ما تخفاش على الاهلاويه قبل الزملكاويه، ولكن ده نتيجه لتخبط اداري. يعني انا كان نفسي ان هم يبيعوا زيزو يستفادوا بالفلوس بتاعته بصراحه، ان انت زي ما عملت زيزو تقدر تعمل 1000 زيزو. دي من وجهه نظري بصراحه. المفروض بصراحه لازم في بعض التنازلات، ولكن I'm afraid it's too late. يعني انا خايف ان الوقت يكون متاخر. نادي الزمالك ممكن ما يقدرش ان هو يبيع زيزو دلوقتي بنفس المبلغ اللي كان جاي لزيزو من 6 شهور بس يا مؤمن. يعني الموضوع ده يتحمل الاداره، وبصراحه الاداره دي لازم تمشي. نصيحه مني من واحد اهلاوي عدو لدود، يعني ربنا ما يجيب اعداء ولا حاجه، صديق لدود. حلوه دي. اختار اللعيبه، اختار الاداره اللي تحب نادي الزمالك اكتر من اي حد، اختار الاداره اللي تحب نادي الزمالك اكتر من اي لعيب مهما كانت شهرته ومهما كانت جماهيريته عند الجماهير. لان الزمالك تفهم جدا لو حد طلع لها وفهمها يا جماعه انا اخدت القرار ده بيع زيزو علشان كذا وكذا وكذا، صدقني يا ابني الجمهور المصري ده ما فيش زيه، هتلاقيه دايما في ظهرك ومدعمك. نيجي بقى عند اهم خبر النهارده، هو الصفقه الانتقاليه الابرز للنادي الاهلي في الميركاتو الشتوي. اللاعب ايورتون دا سيلفا، لاعب جناح ايسر بيلعب في الدوري التشيكي، ولاعب جناح ايسر بيلعب في الدوري التشيكي. ده معنى كده ان المفاوضات مع اسامه الادريسي has failed، يعني فشلت. والتقارير بتقول ان النادي الاهلي لما استفسر عن التفاوض مع اسامه الادريسي، ان نادي باتشوكا المكسيكي طلب 6 مليون دولار علشان يبيع اسامه الادريسي، وده كان مبلغ كبير جدا. ده احنا عندنا امام عاشور جايبينه ب 3 مليون بس. anyway اللاعب ايورتون دا سيلفا ده قيمته التسويقيه على ترانسفير ماركت 3 مليون يورو. دلوقتي هو اصلا كان متباع اخر مره 1 مليون يورو، والنادي عمل بروفيت 2 مليون يورو، يعني هو عمل بروفيت 2 مليون يورو. شفت ده اللي انا بتكلم فيه، الانديه بتعمل فلوس عشان تجيب وتستثمر. ولعل ابرز النوادي اللي بتعمل الكلام ده في اوروبا هو نادي ارسنال. نادي ارسنال بيجيب شاب صغير بمبالغ هزيله جدا يتالق في الدوري الانجليزي ويعمل فيه جود بروفيت، يعمل فيه فلوس كتير حلوه جدا ما شاء الله. يعني اللي يخوف، انا لما تابعت البروفايل بتاع ايورتون دا سيلفا لفت نظري حاجه، اللعيب ما بيقعدش في النادي اللي هو فيه اكتر من سنه او سنه ونص، ودي حاجه somehow scary، حاجه ممكن تخوفك او تقلقك بعض الشيء. يعني انت لو تابعت الهيستوري بتاع اللعيب هتعرف ان هو من سنه 2020 من اخر 4 سنين بيلعب في الدوري التشيكي.
هو بدأ مع نادي ملادا بوليسلاف التشيكي سنة 2020. بعد كده راح نادي بارادايس برضو على سبيل الإعارة ب 300,000 يورو. بعد كده رجع في سنة 22 لملادا بوليسلاف تاني التشيكي قبل ما ينتقل إلى نادي سلافيا براغ على سبيل الإعارة بمبلغ 850,000 يورو. قعد معاهم سنة، وبعد كده راح لنادي بانيك أوسترافا، ودلوقتي هو بيلعب في نادي بانيك أوسترافا التشيكي اللي بيحتل المركز الرابع في التشيك. زي ما قلنا قيمته التسويقية 3 مليون يورو، ولكن اللي أنا الكونسيرن اللي عندي بالنسبة للعيب ده الاستابيليتي بتاعته. يعني هو is not stable، يعني مش قاعد في مكان، فدي حاجه ممكن تقلق شويه. او مسؤولين النادي الاهلي او مسؤولين عن التفاوض مع اللعيب لازم يكونوا حاطين في دماغهم حاجه زي كده. يا ترى ايه اللي انت عايزه من اللعيب ده؟ اللعيب زي ما قلنا ان هو بيلعب جناح ايسر، ولكن ده ما يمنعش ان هو شارك كجناح ايمن قبل كده، وكمان مهاجم صريح او سترايكر. بس كده هي دي كل الاخبار اللي كانت معانا. كيس يا مان.